بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدود على الطاير. رجعنا لكم بحلقه جديده واستكمال للسلسله اللي بنحلل فيها ماتشات منتخبنا المصري في بطوله افريقيا اللي انتهت مباراته بالامس، يعني 2-2 بالتعادل مع منتخب غانا. فهنتكلم في التفاصيل اكتر بعد ما اشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك استكمالا للحلقات اللي بنعملها عن البطوله وللحلقه الثانيه يعني على التوالي للمباراه الثانيه في دور المجموعات منتخب مصر ضد منتخب غانا. المباراه اللي كان شوط اول فيها ما تقدرش حرفيا تتكلم فيه غير عن حاجتين بس: الجون بتاع محمد قدوس بتاع غانا اللي كان قبله يا دوب بدقيقه اصابه محمد صلاح. لكن يعني كتكمله للكلام شفنا التبديلات اللي حصلت، ان عمر كمال النهارده بدا مكان محمد هاني، ان امام عاشور بدا مكان زيزو، ان مرموش بدا مكان تريزيجيه. والناس كانت بتقول لازم كمان يبقى في تبديلين، اللي هو التبديل الاول ان ياسر مكان حجازي وان فتوح مكان محمد حمدي، لان انت عايز تبقى شرس عليهم اكتر واكتر، لان انت حرفيا داخل لازم تصعد اول مجموعه علشان ما تتبهدلش في دور ال 16. عكسهم هم كده كده خسرانين، انما انت على الاقل معاك نقطه، فانت داخل عايز تفضل يعني راكب في المجموعه على قد ما تقدر علشان ما تتحطش بقى في جو المعادلات والحاجات ده. لكن احنا بدأنا الماتش ماسكين كورة على الأقل، يعني أي نعم كنا ماسكين كورة أغلب الوقت في نص ملعبنا، احنا مش في نص ملعبهم هم، بسبب إن نص الملعب عندنا تحسه فاضي، مفيش حد بيقرب يستلم، مفيش حد بيوزع لعب. كلنا شفنا أصلا أغلب توزيع اللعب اللي كان بيتعمل لقدام كان أحمد حجاز ياخد الكورة يطلعها قدام فتترد علينا فيرجعها لهم تاني فتترد علينا. فضلنا على الحال دوت فتره كبيره. لكن هو ده اللي كان يعني السين بتاع الشوط الاول زي ما بنقول. وغانا برضو بتلعب بطريقتها انا هخبط فيك واكسر واخوفك، ولما اخد الكوره حاجه اخضك بهجمه وافضل قاعد لحد ما انت يعني تغلط في الكوره تديها لي وهكذا. وفعلا ده اللي حصل في الشوط الاول، يعني في الجون الاول بتاعهم رعونه خالص من لعيبتنا وهي بتضغط على محمد قدوس وهو رايح يجيب الجون. الا ان ما خلاص اللاعب مثلا حتى الشناوي شفناه استغرب ان ازاي دي اول شوطه ويحصل كده، وان ازاي انتوا برضه الدفاع يعني انت وانت قاعد بتتفرج خلاص اللي هو ماشي ده واحد معاك اكيد اتاخدت منه بسبب ان في اتنين ولا تلاته رايحين عليه. الا ان في رعونه ان ما عرفش يكمل معاه ولا، فانت بتتكلم ان خلاص الجون انت قاعد كده هو الجون جه، فاهم اللي هو ما حدش توقعها ولا استوعبها. وبالذات لان هي كانت حرفيا يعني بعد اصابه محمد صلاح بكام ثانيه، فاتصاب نزل مكانه مصطفى فتحي اللي نزل برضه غير الماتش واتحرك. بالذات مصطفى فتحي لما نزل رقص ترقيصه في الثانيه كل اللعيبه خلاص قالت لك طب ما انا كمان اقدر اعمل واضغط واروح واهاجم. وبالفعل مع بدايه الشوط الثاني لان المنتخب بتاعنا اتحرر تحرر كامل، الا بس في بدايه الشوط الاول قدوس شاط شوطه برجله اليمين وجت يعني في الشبكه بس من فوق يعني من بره. فانت بتتكلم ان ممكن لو الكره دي بشماله لو كانت جت جون كانت الموضوع اتعقد خالص. لكن بعد كده كملنا بقى استكمالا للضغط بتاعنا ويعني وخلق المساحات للاجنحه بتاعتنا. مصطفى فتحي اللي شفناه عامل شوط كويس جدا بكام مهاره، ويتحرك هنا ويمين وشمال ويرقص في اللعيبه ومش خايف ولا بيخاف يتضرب والحاجات دي كلها، وبيلتحم وبيعمل. فخلاص اثبت للعيبه يا جماعه اللعيبه دي بتترقص وبتروح وبتيجي فاحنا نقدر نعمل ده كله. فجاه لقينا مرموش برضه في نفس الموضوع واخد اللعيبه على الجنب بتاعته يمين وشمال، امام عاشور واكل نص الملعب بالاخضر باليابس. بتتكلم ان حمدي فتحي بدا بقى يزيد ويعمل حتى نوصل لمراحل ان لاعبتنا كلها بتوصل لل 18. شفنا الجون اللي هو لما الكره اترفعت فاول وحجازي يعملها لعبد المنعم فعبد المنعم جاب الجون لكن اتحسبت اوفسايد على حجازي. فدي خلاص كنا احنا بقى بعد الكره دي اتاكدنا ان المنتخب بتاعنا راجع، يعني على الاقل حاجه هيجيب جون وراجع وكل حاجه. بعد كده فعلا في الدقيقه 68 بغلطه يعني تريزيجيه قدر يغلط ايناكي ويليامز فالكره راحت لعمر مرموش اللي توقع ممتاز جدا ان هو يقدر يعني بدماغه ان هو يتاكد ان اللعيب ده هيرجعها للحارس. واول ما خد الكره ولا استعجل ولا توتر ولا عمل تصرف خاطئ، لا بالعكس عمل التصرف الصح ان هو قام راح واكل الحارس وشايطها. فخلاص اللعيبه وده كان يعني تكليل لمجهود عمر مرموش الصراحه من الشوط الثاني لحد الدقيقه 68 في حوالي ال 20 دقيقه دولت عمر مرموش عمل 20 دقيقه عالميه ضغط وترقيص وربنا يكلل مجهوده بجون. لكن تتفاجئ ان برضه بنفس الموضوع بعدها بحوالي دقيقتين ولا حاجه يدخل فينا جون وما تفهمش برضه انت كواحد واحد بتتفرج ما تفهمش الجون ده دخل ازاي. طب اللعيب بظاهر فين بقى لما محمد قدوس؟ ناس قالت لك ما كان لازم مني يقابل، ناس قالت لك ازاي محمد حمدي ما ضغطش، ناس قالت لك ازاي عبد المنعم ما ضغطش وعبد المنعم ما ضغطش وكملها بالحركه بتاع الدماغ اللي هو اخبطت الشناوي ودخل الجون. فانت بتتكلم في كذا حد يعني احنا الاربع اجوان تقريبا اللي جم في البطوله كلهم من اخطاء دفاعيه. فاهم اللي هو ما خلاص هتلوم مين بقى ولا هتعمل ايه؟ ما احنا اتحطينا في البطوله على قد ما تقدر حاول تصلح الاخطاء الدفاعيه دي. فبتتكلم ان برضو الجون دخل بغلطه لكن قدرت ترد عليهم برد ولا اروع من جون اللي برضه تريزيجيه قدر يضغط على اللعيبه. يعني تريزيجيه شفناه اول ما نزل الشوط الثاني حرك الملعب وضغط، والمنتخب بتاعنا خلاص ما بقاش على حاجه اللي هو انا ههاجم واللي يحصل يحصل، وقدر يرقص اللعيب بغلطه ويديها ومصطفى محمد في التمركز الصح غمزها بسن رجله فجت جون. فانت بتتكلم ان بعديها بقى المنتخب بتاعنا استلمهم شويه ضغط
ولا اروع. تريزيجيه بيضغط من ناحيته، مرموش بيضغط من ناحيته، مصطفى محمد عمال يغلط في الدفاع، مصطفى فتحي اللي الواحد لو فضل يتكلم عليه، مصطفى فتحي انا شايف انه من الاسباب اللي سبب في يعني في شراسه منتخبنا الشوط الثاني، بسبب اللي هو ايه، الترقيصه بيعمل فالجماهير تهيج، فاللعيبه تقول لك طب ما انا كمان عايز ارقص، فرقصوا فيهم، فلاعيبه غانا اتوترت، شفنا لعيبه غانا هي اللي بقت في ال 18 بتاعها وتشتت في ال 18 وتشتت، يا اما لو لقيت معاك كوره بتكسرك، فانت قدرت تمسك عليهم كوره وقدرت تلعب عليهم. فده كله حاجه لصالح لعيبه المنتخب لما اتحطت تحت ضغط، لحد بقى ما جت اخر دقيقه في حدود الدقيقه 90 كده ولا حاجه، ولا الدقيقه 92 يعني، في الوقت بدل ضايع امام عاشور راح سد التسديده، لو كانت جت جون كانت فعلا هتكلل مجهود امام عاشور اللي ناس كتيره صنفته افضل لاعب في المباراه مع مرموش، يعني هما الاثنين بالتساوي. فدي حاجه انت بتتكلم برضه لو كانت حصلت كان جون في اخر دقيقه من مرموش والموضوع من امام عاشور والموضوع خلص وربنا كلل مجهوده. لكن ما تقدرش تقول غير ان الحمد لله على اللي حصل. الواحد بيتكلم ان انا شايف ان نجم الشوط الاول عمر كمال، اللي كان على الاقل في جبهته يعني محجم اي حد بيلعب في جبهته، اللي هو هترقصني هرقصك، هتضربني هضربك، كان ماشي انا راس براس بقى وهي فاهم، هي كانت ماشيه معاه كده. فالشوط الاول كان عمر مرموش، اجمالي الماتش كان عمر كمال، اجمالي الماتش كله شفنا اللي عمر مرموش عمله في الشوط الثاني، واللي امام عاشور عمله على طوال الماتش، واللي تريزيجيه عمله اول ما نزل، واللي مصطفى محمد لما اللي كان بيعمله مع قلبين الدفاع بتوعهم، اللي هو ايه، محدش فكر يزيد علشان لو زدته انت كده مخليني واحد على واحد وهجيب الجون. فكان محجم برضه الاثنين المساكين اللي معاه، كان بينزل يستلم ويوزع لعب المحطه بقى زي ما بنقول. فبتتكلم ان برضو المنتخب يعني على الاقل عمل ماتش حلو، ومنتظرين ان نقدر نصعد من المجموعه دي خلاص، يعني على الاقل بسبب التعادل مع غانا دوت، ففرص الصعود بالنسبه لنا بدات تشم نفسك شويه ان انت قادر تصعد. كمان لو الماتش بتاع كاب فيردي وموزمبيق خلص بنتيجه مش ايجابيه لحد فيهم، فبتتكلم ان خلاص انت هيبقى بالنسبه لك الصعود بقى مساله اللي انت تكسب اخر ماتش وبس. وده اللي بنطلبه من لاعبتنا، الرجوله والشهامه اللي يعني في خط الهجوم اللي شفناه بالذات النهارده في الشوط الثاني، اللي اللعيبه مش خايفه، اللعيبه بتروح واللعيبه بترقص واللعيبه بتشوط، خلاص انا هحاول ما قداميش حاجه. فده كله يعني بنتمنى نشوف الماتش الجاي وعلى مدار البطوله كلها، وان شاء الله يكتب لنا بالصعود والوصول النهائي وناخد البطوله كمان. فبس قبل ما ننهي مشاكل القناه، وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على ضغط، تكتب لنا في الكومنتات ايه ارائك او انطباعاتك في المباراتين دول مع المنتخب.